بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا أحلى حبايب وأحلى متابعين من امبارح للنهاردة. والله العظيم يا جماعة، أنا طبعا صحيت من النوم. انا زي ما انتوا شايفين وعارفين، وانا كان طبعا بقالي فتره ما صورتش. امبارح نزلت فيديو دردشه عامه كده، وقلت فيه برضو انا بواصل الفيديوهات ببعضها عشان خاطر نبقى الاحداث متواصله ببعضها، عشان خاطر نبقى موجودين على الساحه، ويبقى كلنا عارفين الدنيا ماشيه ورايحه لفين. طبعا النهارده انا صحيت على خبر زي الزفت طبعا. والكلام ده من امبارح على قانون الكهرباء الجديد. قانون انا مش عارفه الحكومه عايزه من الشعب ايه وعايزه من الناس ايه. مش كفايه علينا قانون الايجار القديم اللي هي برضه هيشرد 30% من الشعب في الشارع. ادي قانون من ضمن القوانين. برضه هو عاوز يطلع 30% في الشارع، وال30% التانيين يحبسهم، او الحكومة تحبسهم. انا مش عارفة الحكومة عايزة مننا ايه وعايزة من الشعب ايه. هل يا جماعة دلوقتي الحكومة، انا بتكلم معاكم كست بيت وربة منزل وحاجات كتير، واللغة اللي بيتكلم بيها الناس العامة والدارجة في الشارع. دلوقتي هي الحكومة بتحل مشاكلها وبتسد ديونها على حساب الشعب. هي عايزة تظبط الميزانية بتاعتها على حساب الشعب، بتحل المشاكل اللي عندها من جيوبنا احنا. والله العظيم ثلاثة عايزة اقول للحكومة ان جيوبنا ما عادتش فيها فلوس، جيوبنا بقت فاضية. يا جماعة احنا عايشين بالدين، احنا عايشين بالدين. هي الحكومة مش واخدة بالها من اللي هي عاملاه في الشعب وعاملاه في الناس وعاملاه فينا؟ الحكومة سادة ودانها. انا مش عارفة الحكومة دي ايه وعايزة ايه وعايزة مننا ايه. لما يطلع قانون الايجار القديم يطرد 30% من الشعب في الشارع، والنهاردة يطلع قانون الكهرباء يحبس 30% من الشعب. ادي 60% من الشعب، اللي باقيين ال 40% اللي هم الرؤساء والوزراء والمسؤولين، وشويه سوري في اللفظ، اللي ماسكين البلد. مش عايزه اغلط يعني، مش عايزه اقول شويه مين اللي ماسكين البلد يعني. خلينا محتفظين باحترامنا وادبنا وما نغلطش في حد لاخر المطاف. طبعا قانون الكهرباء لما كان يبقى قبل كده كان الحبس 6 شهور وغرامة 10,000 جنيه. يا جماعة دلوقتي قانون التصالح لحد دلوقتي ما خلص. فيه ناس في القرى والنجوع والكفور والأماكن والأرياف لحد دلوقتي ساحبين سلك كهرباء عشان ما فيش عدادات. كل ما مقدمين على عدادات بقالهم سنين ما فيش عدادات. طب يعملوا ايه؟ يقعدوا في الضلمه وهم عندهم عيال في المدارس واكل وشرب وغسيل، ودلوقتي بقت كل حاجه معتمده على الكهرباء. طب ما احنا ما خلصناش قانون التصالح. انت هتحبس لي 30% من الشعب لما تبقى الغرامه من 10,000 ل100,000 جنيه حد ادنى، وحد اقصى مليون جنيه، والحبس سنه. يعني لو مش عارفه الحبس قد ايه، يعني مين اللي هيدفع 100,000 جنيه يا جماعه؟ مين؟ دلوقتي فيه ناس بتسرق كهرباء عشان تشغل مصانع. لكن انت ده ممكن تاخد منه 100,000 جنيه. لكن واللي بياخدوا برضو كهرباء علشان خاطر في الكومباوند يشغل، اللي ساكنين في كومباوند مش والناس دي. لكن ال 30% من الناس اللي في الشعب دول اللي هم بانيين وعندهم مباني وكله ومقدمين على عدادات، والعدادات لسه ما جاتش لحد دلوقتي، يعملوا ايه؟ تعالوا مع بعض بقى نشوف الحوار اللي وبعض النواب مش عاجبهم. منهم النائب مصطفى بكري في حوار مع الإعلامي عمرو أديب. تعالوا مع بعض نقول ونشوف الأستاذ مصطفى بكري قال إيه، وإيه يعني الضرر اللي هيعود على الشعب. نسمع مع بعض الحوار اللي دار ما بين عمرو أديب ومصطفى بكري. خليكم معايا لحظات. بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمرو، اهلا وسهلا. حضرتك كنت من المعترضين النهارده، اشرح لنا ايه الحكايه وايه الموضوع.
يعني اولا بدايه ان الاوضاع المجتمعيه الان التي نعيشها لا تستوجب رفع وتغليظ العقوبه بهذا الشكل من 100,000 الى الواحد مليون هيتنقط. وسنه سجن على سرقه التيار الكهربائي. احنا مش ضد ان الدوله تاخد حقها، لكن ايضا الدوله في المقابل لازم تراعي حاله الناس الاجتماعيه. احنا عندنا القانون القديم كان بيفترض 10,000 جنيه وبيفترض 6 شهور سجن. انت النهارده غلظت العقوبه بلا سبب وبلا مبرر. اولا انت حتى الان قانون التصالح لم يتم استكماله. سامعين يا جماعة؟ انا كمواطن قانون التصالح ما جاش عندي، هعمل كهرباء ازاي؟ هاخد كهرباء ازاي؟ فبيحصل في القرى والارياف ما يتم من تجاوزات بهذا الشكل. طب انت هتعاقب الناس دي ازاي؟ هتجيب الناس دي وتقول لها تعالي انا عايز تعمل مصالحه، تعاقد على المصالحه، يقول لك هتديله يديك مرتين قيمه المبلغ مرتين، واذا تاخرت 3 وتدفعوا كاش، يعني الشرط الاساسي انك تدفعوا كاش. الحاجه الثانيه في ضمانات حقيقيه للمواطن لازم تبقى موجوده في حياته المعيشيه، لانه في النهايه احنا في النهايه المواطن لا يملك. اغلب الناس اللي في القرى والارياف لحياه كريمه بياخدوا تكافل وكرامه، بياخدوا معاش اجتماعي، يعني ما حدش هيبقى عنده قدره انه يدفع المبالغ مين اللي عنده القدرة يدفع 100,000 جنيه؟ ده حد أدنى، وحد أقصى مليون جنيه. دقيقة واحدة يا أستاذ مصطفى، أنت بتقول لي إن هم عاملين 100,000 ولو ما قدرتش تتسجن؟ 100,000 إلى مليون، ولو ما قدرتش تدفع تتسجن؟ وسنة سجن ولو ما ده أنت هتصرف عليه قد الفاتورة بتاعت الكهرباء بتاعته جوه السجن. السجن طبعا بالتأكيد. 2 أنت ما سويتش بين الراجل اللي عنده مصانع وعنده كمباوند وعنده شركات عقارية وبين المواطن اللي ساكن في عشة. يعني العقوبة على الاثنين واحدة، مع ان اللي يستحق العقوبة الحقيقية هم دول اللي بيسرقوا الكهرباء اللي ساكن في كومباوند واللي عنده مصانع. انما المواطن العادي ده بيعمل ايه؟ هناك فرق بين ميجا وات وبين كيلو وات، فلازم على الاقل تراعى حالة الناس. انت بتاخد القانون وهتعرضه على الجلسة العامة بعد كام يوم وهتطبقه بعد كده. وانا بقول لك قانون التصالح ما لسه ما عداش على ناس كتير. طب الناس دي هتروح فين؟ انت بتيجي بتقول النهارده انا عندي طاقة، ماشي. ما هو ما بنيجي نقول يا فندم ما فيش عدادات، يقول لك لا في العدادات غالية جدا، ما هي الناس مش قادرة تجيبها كمان ومش متوفرة يا استاذ عمرو، مش متوفرة. طب ايه يعني؟ طب ايه التعسف اللي مع الناس ده؟ لا لازم نرجع للقانون الاولاني، القانون القديم اللي بيقول 10,000 وبيقول 6 شهور سجن. ولازم ايضا نراعي الحاله الاجتماعيه للناس. 2 انت مش هتقدر تطبق قانون الا لما تحقق قانون التصالح. يبقى الناس كلها يعني الناس عايزه. سامعين يا جماعة؟ قانون التصالح ما اتطبقش. تمشي ويقولوا لهم انتوا لسه وضعكم ما تبناش. طب هتطبق على الناس دي ازاي؟ هتطبق على الناس دي ازاي؟ هفترض ان الناس دول 30% من الاسر المصريه، هتسجن 30%. فلازم نراعي حق الدوله معاك في ان 30% هيبقوا في الشارع بعد 7 سنين، و30% تانيين في السجن. سيد وزير الكهرباء الحقيقه الدكتور محمود عصمت قدر يجمع مليارات الايام اللي فاتت من اموال متاخره. انما العقوبات اللي انت بتفترضها وتطبق الان هتطبق على اي اساس؟ لا في وضع قانوني، انت ما قاننتش للناس وضعها القانوني في المساكن. انت في نفس الوقت هتضرب ارقام جزافي. انت في نفس الوقت ما راعيتش الحاله الاجتماعيه للمواطنين البسطاء اللي بالتاكيد مصيرهم السجن بالتاكيد. فلازم نراجع هذا الامر. القانون ده قبل كده اتعرض وكان في معارضه كبيره. انا مش عارفة مين الناس اللي بتحط القوانين يا جماعة ومين اللي بتشرع. انا عايزة افهم مين الناس اللي بتحط القوانين. و9 رافضين. النهارده كان 11 موافقين و9 رافضين. واحنا عندنا امل كبير جدا ان يا اما الحكومه تراجع نفسها يا اما الجلسه العامه نتمنى انها تاخذ القرار الصح وتوجه البث في هذا الموضوع لما نخلص البيوت اللي ما فيهاش عدادات دي تاخذ عدادات. لكن واحد ما عندوش عداد في الريف هتعرف تمنعه ينام في الضلمه؟ هتقدر تسيبه ينام في الضلمه؟ سامعين؟ فاحنا يعني مدركين الهدف الحقيقي من القانون ومدركين ان الدوله في حاجه
الشركه اللي جمع اموالها المهدره، كل ده مدركين. بتحل مشاكلها على حسابنا يا جماعة. سنوات طويله، فلما اجي اصلح النهارده لازم اصلح بموضوعيه وراعي البعد الاجتماعي وراعي حاله الناس الاقتصاديه. ايوه بس قد عبر وشكله هيتوافق عليه، وهندخل الناس السجن، و100,000 جنيه ومليون جنيه. الحكومة مش فاهم كل الحاجات دي فجأة ليه؟ يعني ايه قايمة الحكومة بقالها يومين 3 كده عايز فلوس، عايز اعاقب، عايز اوقف، عايز اعمل. طب ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا عايزين تخلصوا مشاكلكم علينا؟ مش يعني عارف. ما هو ده برضو. مش عارفة والله. الدولة لازم تاخد حقها بس لا تجور على الناس. ماشي يا استاذ مصطفى، ما الدولة تاخد حقها وكل حاجة، بس بالاصول والمعقول. انا كمان عشان كده القانون ده في مجلس النواب، واكيد كثير من الاعضاء هيكون لهم وجهات نظر، فننتظر العرض على الجلسة العامة لانه تم. طب انا عايز اسال سؤال يا استاذ مصطفى، هي المؤسسات الحكوميه دي بتدفع كهرباء؟ إبات العلم الأحمر والعلم الأخضر تعد يا استاذ مصطفى حضرتك ما ردتش عليا. نعم. بسالك المؤسسات الحكوميه بتدفع فاتوره كهرباء؟ انا عندي اقل فاتوره كهرباء بتجيلي دلوقتي من 7 ل 10,000 جنيه. اوعى تقول لي ان ده حقيقي وينفع. يعني أنا عندي فاقد ب 42 مليار جنيه. يا استاذ مصطفى أكيد من الحكومة. يا زميلي كمل معاك يا صديقي، كمل معاك يا عم. اتفضل. كمل معاك يا عم. ماشي. في مؤسسات فعلا ما دفعتش وعليها فلوس، بس لازم تدفع وهتدفع. امتى؟ طب اشمعنى دول مستنيين عليهم، والمواطن الغلبان اللي في قريه عنده لمبه وتلفزيون وبتاع عايز تسجنه؟ يعني أنا الحقيقة كنت أتمنى من الحكومة ألا تأتي بهذا القانون دلوقتي خالص، وإذا جت بيه تجيبه معدل بما يتوافق مع مصالح الناس والحالة الاجتماعية للناس. إنما في النهاية مفيش قرش لوزارة الكهرباء في أي جهة مش هيتاخد. وبدأ الوزير محمود عصمت يدي جرس إنذار لكثير من الهيئات، وخد كثير من الهيئات، وده كان من فترة من حوالي سنة وأنا بتكلم معاه في هذا الموضوع، قال إن مفيش حد مستثنى. يا مصطفى بيه يا مصطفى بيه الهيئات دي ما معاش فلوس تدفع لك. ليه ما معاش فلوس؟ هيجيب منين؟ انت وزارات فيها فلوس. الله ازاي؟ ايوه وفي وزارات ما فيهاش. يا استاذ عمرو هذا حق الدولة. طب انتوا في حد راح سأل الهيئات الحكومية دي عليها فلوس قد ايه؟ في حد فيكم راح حاسب الكلام ده وشاف فيه ايه؟ احنا لسه جالنا القانون النهارده وهنطرح الموضوع ده تماما، والسيد وزير الكهرباء هيجي وهنساله هذا السؤال ده قبل ما يا عزيزي مصطفى، انتوا وافقتوا على القانون خلاص يا باشا. ده من حيث المبدا، ده احنا ما ناقشناش المواد بتاعته. المواد بتاعته لما يجي السيد وزير الكهرباء هيبقى موجود، هنساله ليكم كام عند الحكومه، وليه الاسعار الغاليه دي، وليه ما رعيتوش البعد الاجتماعي. كل ده هيسال، لان انا عندي مواد 3 مواد هقعد اناقشهم ماده مع وزير الكهرباء قبل ما ينزل الجلسه العامه. زي القانون الايجار القديم، وبرضه كان فيه مواد وقعدوا يناقشوها، والحكومه عملت ودن من طين وودن من عجين. الجلسه الجايه هيجي قال كده هذا الناس. لا ده رئيس الجلسه العامه قال، رئيس الجلسه في اللجنه التشريعيه محمد عيد محجوب، والنواب طالبوا بان وزير الكهرباء يحضر المره الجايه، وانا متاكد انه هيحضر. يا فندم الجلسه الجايه دي يوم ايه؟ لسه ما اتحددتش، هتحدد ويختارونا بيها. لمناقشه مشروع القانون لسه ما نزلش تحت يا استاذ عمرو، ما نزلش في الجلسه العامه. انما دايما في اللجنه، في اي لجنه، في حاجه اسمها موافقه من حيث المبدا، وبعدين نبتدي نناقش المواد. طب وانتوا وافقتوا ليه وافقتوا من حيث المبدا؟ انا شخصيا رفضت واخرين رفضوا. قلنا 9 وكان 11 موافقين. وال11 دول طبعا من الاكثريه ولا من الاغلبيه؟ والله متعددي الاتجاهات. زي ما شفتوا وزي ما سمعتوا يا جماعة، ادي قانون من ضمن القوانين اللي حطوها. تاني قانون يحطوه يبقى ضد الشعب وضد مصلحة الشعب وضد الناس وضد كل حاجة.
زي ما قلت لكم في اول الفيديو، وزي ما قال مصطفى بكري وعمرو اديب، 30% من الشعب هيتحبسوا، و30% انا اللي بقول بقى في الشارع بعد 7 سنين. لان طبعا القانون راح مجلس الشعب راح البرلمان عموما، ودلوقتي بيناقشوه. بيقول لك 11 موافقين و9 رافضين، وطبعا هم هياخدوا برأي الأغلبية زي ما عملوا في قانون الإيجار القديم، واتطبق القانون وضاع الشعب في النص، وآدي الحكومة بتحل مشاكلها وديونها من على حسابنا ومن قلبنا. والله العظيم عايزة أقول للرئيس السيسي، وعايزة أقول لرئيس الوزراء، وعايزة أقول لكل المسؤولين، والله العظيم يا جماعة احنا بقينا بنشحت وعايشين بالدين. شوفوا النهاردة كام في الشهر؟ النهاردة لسه 28 وانا قابضة يوم 22. والله العظيم 3 المرتب خلص. وبص يعني ليوم 22 اللي جاي قال احنا مش عارفة انا هعمل ايه. انا باخد المرتب بنوزعه نرجع نستلفه، نوزعه نرجع نستلفه، والحمد لله ان ربنا مرضينا، ومخلي عندي ليا ناس يفكوا زنقتي. فيه ناس تاني ما فيش حد بيفك زنقتهم يا جماعة، ما فيش حد بيفك زنقتهم. فيه ناس على باب الله، فيه ناس أرزقية، فيه ناس تكافل وكرامة، فيه ناس معاشات اللي هي المعاشات القليلة جدا اللي هي ما تتخطاش 1000 جنيه. يعني هيدفع منها كهرباء ولا هيوفر منها 100,000 جنيه وزي ما قلت لكم قانون التصالح ما اتعملش. انت بتحاسبني على ايه وهتحاسبني على ايه؟ هتقطع عليا اللمبه والتلفزيون والتلاجة اللي انا عايشه بيهم؟ طب ما انا مقدمه على عداد ومفيش عدادات. يا رب ارحمنا من المسؤولين، وارحمنا من اللي بيشرعوا ومن اللي بيعملوا القوانين. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. انا بس حبيت اشارككم الهم والغم اللي الحكومة عاملاه فينا. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، وقانون الكهرباء الجديد والبلاوي اللي لسه هتتحط على دماغ المواطن. يا ريت كل اللي يشوف الفيديو يعمل لي لايك للفيديو واشتراك في القناة. يا احلى حبايب واحلى متابعين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا لكم والسلام عليكم.